لا نبدا ننزله على الشوايه زي ما انتم شايفين. لازم ياخد اللطعه على الجمبري، ياخد ريحه الدخانه بتاعته. ياخد وقت قد ايه؟ ياخد له وقت بالظبط اقل من 5 دقايق يكون خلصان. تتبيله بقى. تتبيله يا شيخ. ايه؟ تتبيله. التتبيله بتاعته طبعا بتبقى حاجه سريه ما ينفعش نتكلم فيها. بس معظمها توم. طبعا اكيد لازم في السمك كل حاجه لازم تاكلها الثوم. اي حاجه للسمك تاكلها الثوم، ده حاجه اكيده يعني. شوفوا تلميذ. ها؟ عم خالد سمعني؟ اه. تعالى يا باشا كده. مقلي طبعا بنعفره في الدقيق، ولازم بايديا كده ابرم البرمه دي. تمام. خش تتبيله الدقيق، الدقيق يبقى مظبوط زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. انا عملته بالدقيق، برجع اخده في الميه زي ما انتم شايفين كده وارجعه تاني في الدقيق. يطلع بقى كريسبي ولا عجينه ولا اي حاجه، يطلع منه فيه على طول زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. طبعا ما ينفعش ارجع ابرم الجمبري تاني، لا بعفره بالدقيق بالراحه كده واقلبه بالراحه واسيب كل واحده بطبيعتها. تمام. ما ينفعش ارجع ابرمه تاني عشان يطلع معايا كريسبي. هشوفه برده بعد ما يتقلي. طبعا هنا الجمبري المشوي ارجع الف زي ما انتم شايفين كده، خد وش ادي وش التاني. وده التعبان، يعتبر التعبان استوى بديله الصوص بتاعه كده. يعتبر التعبان بتاعنا المشوي رده كده يعتبر معايا استوى زي ما انتم شايفين. يبقى زبده زي ما انتم شايفين حضراتكم. دي طواجن الجمبري دي بعد ما خلصت وخدت الوش بتاعها زي ما انتم شايفين كده حضراتكم.